السلام عليكم. هنتكلم النهارده في الجزء الثاني من فندق باروديل اكوا بارك شرم الشيخ. هكلمكم عن الشاطئ وفي وجبه الفطار ووجبه العشاء، وهوريكم كل حاجه. دلوقتي اللي قدامنا ده الشاطئ بتاع الفندق. الشاطئ زي ما انتم شايفين كده حلو قوي ونضيف جدا، وكمان فكرته حلوه قوي بتاعه الشезлونج اللي موجوده تحت الشمسيه. كمان فيها اماكن اللي تحطي فيها الحاجه بتاعتكم، يعني البشاكير والحاجات بتاعه البحر تحطوها، حلوه جدا. وكمان على الشط بتاعه في العاب للاطفال، مراجيح وحاجات كده من الحاجات بتاعه الاطفال ديت. عايزه اقول لكم ان الشاطئ بتاعه، في ناس كتير قالت ان الشاطئ بتاعه صخري، وفي ناس كانت بتقول شاطئ رملي. هو الشاطئ ما بين الاتنين، صخري ورملي، يعني في اماكن زي ما انتم شايفين الناس تقدر تنزل فيها عادي جدا، بس يعني في حتت في البحر فيها صخور، فبتقدروا تشوفوها وانتوا واقفين. الصخور تقدروا تشوفوها وانتوا واقفين عادي. هو يستحسن تجيبوا الكوتشي بتاع البحر ده عشان تبقوا في امان. ودي بقى وجبة الفطار. وجبة الفطار من اولها كده وانتوا داخلين المطعم، كل دي مخبوزات او باتيهات اللي ممكن تشربوها مثلا بشاي بلبن او حاجة. جودة الحاجة اللي قدامنا دي متوسطة، يعني مش بيرفكت قوي ولا سيئة، لا طعم الحاجة كويس. وزي ما انتم شايفين هم في تنوع وكمية كبيرة جدا. وميزة يعني الفندق في الاكل ان هو مفيش حاجة اسمها كمية خلصت. اي وقت الكمية فيه خلصت في وقت الغداء او وقت الفطار او وقت العشاء، بتتحط بدلها على طول حتى لاخر لحظة. طالما انت طالبين حاجة بتيجي، او وقت ما الطبق بيخلص بيجي بداله على طول. ودول كده الشيفات واقفين بيعملوا حاجات، يعني وانت واقفه على طول على حسب الاوردر. دي زي كريبات كده صغيره، وده الصوصات بتاعتها مانجا وفراوله وشوكولاته. ودي كده برضو البيض بيتعمل وقت ما انتوا واقفين على حسب الحاجه اللي انتوا عايزين، مثلا بيض بالزيتون، بيض بالسلطه، بيض يعني بالنوع اللي انتوا عايزينه بيتعمل قدامكم. وكمان اللي جاي دوت الشيف واقف بيعمل الطعمية سخنة، تبقى واقف كده بتاخدها منه على طول. فبرضو كان الحاجة دي طعمها حلو قوي. بصوا هنا بقى هتلاقوا تكرار للصف التاني، هو مش اعادة. انا لا تفتكروا ان الفيديو متعاد تاني، لا هو في جنبين نفس الحاجة موجودة هنا وهنا، بحيث تقريبا ان هو لو في زحمة ما يبقاش كلهم، ما يبقاش في طوابير يعني على حتة واحدة. يعني احنا شفنا في الركن اللي هناك في بطاطس، في بليلة، في كسكسي، هتلاقوا برضو نفس النظام الناحية التانية، عشان بس كمية الناس ما تبقاش محطوطة في حتة واحدة او متمركزة في حتة واحدة.
والجنب دوت اللي فيه دي جبن وسلطات، يعني خيار مقطع شرايح، طماطم مقطعة، ده زبادي بالفراولة، زبادي سادة. والركن اللي جاي دوت في بقى اللانشون، لانشون كان بالفراخ ولانشون باللحمة وفي شيدر، لكن ما كانش فيه جبنة رومي. ودي برضو تكملة السلطات او المخللات، زيتون مخلل بقى، مخلل عادي، برضو شرايح خيار. هي السلطات الصراحة كانت كتير جدا. وهنا كان العسل الابيض المربى، عسل اسود مربى برضو بكذا نوع. وجنبها الفواكه، كانت الفاكهة دايما كل الأيام كانت عبارة عن أناناس وبرتقان وعنب وبلح أسود. ده كده المطعم برضو شكله من بعيد. انا كمان لو تلاحظوا ان كل ترابيزة عليها المعقم بتاعها، فكان في بقولكوا اهتمام قوي بالنظافة، بجد كانت حاجة كويسة جدا. دي بقى بالنسبة لوجبة العشاء. وجبة العشاء تقريبا اكتر وجبة مهتمين بيها، الغدا ما كانتش قوي. يعني انا عايزه اقول لكم معلش، انا نزلت متاخر يعني للتصوير في وجبه العشاء، فكان المنظر زي ما انتم شايفينه كده، الناس كانت خدت بطريقه عشوائيه قوي، فكان الاكل شكله مش منسق. لكن هم بصراحه بيحطوا الاكل بشكل حلو قوي وبيبقوا مظبطينه. كان الجاتوهات فيه حلوه قوي، طعمها تحفه وكانت كتير جدا، وبتختلف من وجبة غدا لعشاء الأيام. كان يعني التنوع كله كان في الجاتوهات. هما كان الشيف بصراحة كان حلو قوي في الحلويات، وكمان في حلويات شرقي، يعني دي حلويات كلها غربي، وبيبقى فيه كمان شرقي، كنافة، جلاش، بسبوسة، كل الحاجات الشرقي موجودة، حتى زلابية وكده. ودي بقى الاكله، الوجبات الرئيسيه، رز، كان في رز ابيض، رز اصفر، رز بشعريه. كان مشكله بقى بس التنوع برضو زي ما بقول لكم، يعني كانوا هما معتمدين في الغداء والعشاء على الفراخ بس. اللحمه كانت موجوده، بس كانت بتتعمل مثلا ببطاطس، لحمه مثلا بصوصات كده معينه. هو كان نوع واحد بينزل في الغداء او في العشاء، يعني نوع واحد فراخ، نوع واحد لحمه بس، لكن ما كانش فيه تنوع اكتر من كده. والباقي بقى كان رز ومكرونات والسلطات الموجوده، بلس بقى العيش والحاجات اللي موجوده اللي تقدروا تاكلوا بيها لو عايزين حد بيحب يعني بالعيش وكده. وكمان كان في حاجات سوتيه للناس اللي عامله دايت او يعني ماشيين بالهيلثي فود وكده، موجود جدا الحاجات دي برضو. زي ما انتوا شايفين انا بعتذر جدا على منظر الاكل، كان بصراحة يعني مؤسف، الناس بتاخد منه بطريقة عشوائية قوي، فكان شكل الحاجة مش لطيف خالص وهي بتتاخد منها. لكن ده مش عيب فندق، يعني هو عيب الصراحة، يعني بني ادمين صراحة بياخدوا، كمان خصوصا الناس بتاخد بطريقة يعني تحس ان هم بيملوا الطبق بزيادة قوي، وتقوموا تلاقوا الترابيزات يعني عليها كمية اكل فايضة، فبتترمي للأسف في الزبالة، فيعني برضو بتبقى حرام قوي. ما فيش حد عنده سياسة ان هو ياخد على قده ويقوم يملى تاني لو هو محتاج، دي مش موجودة. كله بيلحق، بيحس ان الاكل خلاص يعني مش هيبقى موجود تاني. يعني زي ما بقول لكم، هو جودة الاكل برضو كانت حلوة جدا، يعني الاكل نظيف، لكن التنوع بس هو اللي كان مطلوب شوية في الفندق. ده برضو السلطات قدامنا، السلطات موجودة، فطار غدا عشاء موجود سلطات.
كمان كنت عايزه اتكلم على نقطه البار بتاع الفندق. كان في عباره عن نسكافيه وهوت شوكليت ولاتيه. كان برضو في ينسون، يعني المشروبات السخنة اللي موجودة، ينسون نعناع، كركديه، الحاجات دي موجودة كلها. بصراحة كنت عايزة أشكر اللي بيعمل النسكافيه والهوت شوكليت، كانوا تحفة جدا. ودي كانت الوجبة كاملة. وفي برضو في يوم تاني كان شواية بره بتعمل فراخ مشوية، كانت طعمها حلوة قوي، وساعات بيبقى فيه كفتة مشوية. بس كده ده كان كل حاجة عن الفندق. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.